بعض المرات كنشدو علينا في بيت باش نساو هاد الحياة اللي بسببها ديما كنبغيو نبعدو من الناس اللي فيها ومن المشاكل ديالها. بزاف ديال الناس كيبغيو يكونوا بوحدهم، بزاف ديال الناس كيتحقروا، وبسبب هاد الحقرة في الحياة، في العمل، ولا حتى في المحيط ديالك. إذا وصلتي لهنا متنساش متابعة ولايك وبارطاج باش نزيد نطور من المحتوى. اليوم غادي نكتشفوا ونعرفوا بأن خصك تعيش حياتك. غادي نقدم ليك بعض الحوايج اللي تقدر تغير عقلك على بزاف ديال الحوايج اللي كنتي كتحقر ولا كتحقر. رجع معايا قبل آلاف السنين، نهار الله بغى يخلق الجنة والنار، جا يخلق الإنسان والجن باش يدخلوا ليها، واللي وقف في جنبه غادي يدخل الجنة ولا النار. خلق سيدنا آدم من طين، وحنا عارفين أن الأصل ديالنا من طين. واش عارف بلي الحياة اللي خلقتي بوحدك، الله اللي صممك، والله اللي بدع في الخلق ديالك، والله اللي خلق وجه ديالك، والله اللي عطانا الابتلاءات باش نختبروا في الامتحان ديال الجنة، وهما اللي غادي يكونوا سباب وإما غادي ندخلوا الجنة وإما غادي ندخلوا للنار. ولكن حنا كنساو هادشي كامل وكنبقاو نضحكوا على بنادم كنعايروا فيه هو ما قادر يبدل والو. بحالاش كاين بزاف ديال الناس خدامين في الدومينات او العمل كيحقروا فيهم، كاين بزاف ديال الشباب اللي قرا حتى يعياو وفي النهايه كيخدموا شي حاجه كيف ما كانت كنبقاو نسبوا فيهم. علاش كاين بزاف ديال الناس كيتحقروا بحال الناس اللي مرض بشي مرض، الله يشافي اي واحد، وكنبقاو نضحكوا عليها او نتحكموا فيها او نتحكموا في المرض اللي حنا ما نقدر نديروا شي حاجه. كاين بزاف ديال الناس اللي وصله لشي حوايج كبار بحال سيدنا ايوب، ابتلاه الله اقوى مرض، سنين اللي كان كيتحقر فيها وسنين اللي كان كيتعذب فيها وكيبكي فيها بسبب المرض، وجاه خير وعوض الله. شوف انت خلقتي بوحدك، دير داكشي اللي كتبغي وما تخلي حد يتحكم فيك، فعل دير داكشي اللي مزيان ماشي اللي قبيح. وخصك تعرف بان اي حاجه كدوز منا سلبيه ولا ماشي مزيانه غيجي واحد النهار اللي غادي تقول بان داكشي كان غير وقت وداز، ولكن اليوم ربي عوضني باحسن تعويض. وخلي ديك الناس اللي كيحقروك يخليهم وتتبع طريقك. وديك الازمه اللي كدوز منها دابا اللي كتعيشها بوحدك واللي كيتنمروا عليك، راه كما تودين تودان، خليهم يضحكوا عليك، حيت غادي يجيو ديك النهار اللي غادي تضحك عليهم. وفي النهايه الصبر على داكشي، وصلي صلاتك وثيق في الله بان هو اللي غادي يبدل لك طريقك. واستداروا من هاد الطريقه في حياتك. اي واحد حقرك ولا اي واحد طيح منك ما تحاولش تزبال ولا تحاول تكعى ولا تبكي، ولا حاول تطبق هاد القاعده اللي بزاف ديال الاساسيات في علم النفس اللي ينصحونا بها، ان فن عدم اهتمام. خصك تطبقو في حياتك. اي واحد طيح منك ما تديش على الكلام ديالو، اي واحد طيح منك ولا بكاك ولا بغى يستهزأ بك قدام اي واحد، حاول تسكت وما تديهاش على الكلام ديالو. تخلي كيضر بوحدو بحال شي حماق. حاول تطبق هاد القاعده. وخصك تعرف بان الله اذا ابتلاك بشي حاجه ولا ابتلاك بشي مصيبه غادي يجي ديك النهار اللي غادي يعوضك. وثيق في الله وثيق في الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بزاف ديال الاحداث اللي قال وبزاف ديال الاحداث اللي وقعوا له وصبر وبزاف ديال الحوايج. والله ثيق في الله، ثيق في الله وثيق في والديك، حيت هما اللي غادي يكونوا معك النهار اللي غادي تطيح، وما غادي تلقى حتى شي حد من غير الله ووالديك. تهلا في راسك. اذا وصلتي لهنا متنساش متابعة ولايك وبارطاج باش نزيد نطور من المحتوى.